دول 3 أجهزة مختلفين بالكامل عن بعض. هنا الستيم ديك نسخة الأوليد وده بيشتغل على ستيم او اس وفيه تراك بادز ممتازة جدا، ومع ان السبيكس بتاعته مش قوية ولكن يعتبر من افضل الهاند هيلد جيمنج بي سيز الموجودة في الماركت لحد دلوقتي، وكمان تقدر تشغل عليه تايتلز كبيرة جدا وأداؤه ممتاز جدا جدا. اما ده فهو الاكس بوكس الاي وده بيجي بويندوز سيستم ويعتبر اول هاند هيلد بي سي لاكس بوكس بالتعاون طبعا مع ار او جي، وبيجي بتشيب اللي هي الزد 2 اكستريم ودي تشيب اقوى بكتير من اللي موجوده في الستيم ديك، فهنا هتاخد اداء مميز جدا، بالاضافه كمان بالديزاين الجديد بتاعه اللي بيجي بشكل عصري جدا، وكمان بنفس الهولدرز بتاعه الاكس بوكس كنترولرز. ويمكن هنا بيجي بالاكس بوكس فول سكرين اكسبيرينس عشان يدي لك تجربه افضل في الجيمنج مود، ولكن هنا في الستيم او اس الموضوع قديم جدا وموجود قبل كده بكتير بانه الجيمنج مود منفصل عن الديسكتوب مود، ولكن الستيم او اس عشان لينكس فمشاكله اقل بكتير من الموجود في الويندوز. اما هنا بالنسبه للبلاي ستيشن بورتال فهو يعتبر جهاز ستريمينج فقط، مفيش فيه اي تشيب تقدر ان هي تشغل الجيم بشكل مستقل، فلازم انت يكون عندك انترنت، بس دلوقتي مش لازم يكون عندك بلاي ستيشن عشان تستخدمه. الجيم دي انا مشغلها بدون البلاي ستيشن، فقط مشترك على بلاي ستيشن بريميوم وعامل لينك لاكونت امريكا عندي وقادر ان انا اشغلها، والجيم على فكره شغاله بشكل ممتاز جدا كانك بتشغلها بالظبط على بلاي ستيشن بالظبط. والجيم على فكره مفيش فيها اي لاج خالص، كل الفكره ان انت يكون عندك انترنت كويس ومشترك في البلاي ستيشن بريميوم. والجيم دي على فكره بتنزل فري فانت تقدر تستخدمها على طول، وبتدعم الستريمينج فمش محتاج ان انت تعمل لها داونلود ولا اي حاجه. طبعا الثلاث اجهزه مختلفين بالكامل عن بعض. قول لي في الكومنت ايه اكتر جهاز في رايك هو الافضل.